بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم مع بعض النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو تقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بيشمل 3 وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أول وصية علاقتنا بالله تعالى، وهي تتمثل في اتق الله حيثما كنت. فالله عز وجل يرانا ويسمعنا أينما كنا، فيجب أن نبتعد عن كل ما نهانا عنه، ونلتزم ونطيعه في كل أمر أمرنا به، حتى ولو كنت بمفردك. اعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي أول وصية من وصايا النبي في هذا الحديث الجميل. علاقتنا بأنفسنا وتتمثل في واتبع السيئة الحسنة تمحها. لو أنت أخطأت أو أي إنسان أخطأ، فعليه أن يستغفر ويتبع الذنب اللي هو عمله بحسنة أو فعل حسن ليمحو تلك السيئة وذلك الخطأ. وآخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف علاقتنا بالآخرين، وتتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يدعو الإسلام إلى حسن التعامل مع الآخرين. الإسلام مش دين بس، الإسلام دين وحياة. الإسلام دين وحياة. يدعونا الإسلام إلى حسن التعامل مع الآخرين، فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة أكثر من حسن الخلق. فتحلى بالأخلاق الكريمة، تحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به. الإسلام دين وحياة. الإسلام قول وفعل وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شارك هذا المقطع وشارك معي في الأجر، وتذكر دائما أن الإسلام دين وحياة.